السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. لو اول مره تزوريني يا ريت بقى ما تنسيش اللايك والاشتراك الجميل منك. انا النهارده هعمل بقى صينيه جلاش التحفه دي، ما شاء الله بجد جميله جدا. حرام ان انت تشتريها من بره، لان هي ما بتاخدش يعني 5 دقايق، سهله جدا بطريقه فظيعه. زي ما انتم شايفين جميلة وطريقتها مضمونة. وكمان سهلة جدا زي ما قلت لكم، وطعمها خرافة. الحاجة بقت غالية بره، أسعارها بقت مرتفعة جدا. يعني الصينية ديك انت هتجيبيها بكام من بره؟ فهي بجد يعني زي ما قلت لكم ان هي سهلة جدا. وما شاء الله النتيجة لو اتبعتي اللي انا هقول لك عليه في الفيديو، هي بتبقى تريكات بسيطة جدا، بس بجد بتفرق في السوا وبتفرق في الطعم وبتفرق حتى في الشكل. يعني حاجات صغيرة ممكن تيجي تخلي الشربات بتاعك مش كويس، او الجلاش نفسه يبقى مش مستوي من بره. اتابعيني ويا ريت تشوفي وصفاتي، وما تنسيش اللايك والاشتراك. انا معايا هنا هستخدم في الوصفه دي نص كيلو جلاش. اللفه بتبقى نص كيلو. اهم حاجه ان انت تكوني ضامنه جوده الجلاش بتاعك، وتكوني جايباه من مكان جربتيه قبل كده. بيفرق جلاش كويس من الجلاش اللي مش كويس، ان انت بتلاقي، بصوا لفه الجلاش ما شاء الله جايباها الورقه كده من اولها لاخرها سليمه. اوقات بنجيبه بنلاقيه مكسر من جوه وتلاقي يعني نص كيلو دوت مقطع كذا جزء. فطبعا دوت مش هيبقى كويس في الوصفه. يعني لو انت هتعملي صينيه كامله، ماشي بندريه، لكن ديك الوصفه دي مش هينفع معاه. فلازم تتاكدي من جوده الجلاش. انا هنا جبت النص كيلو، قسمته ل3 اجزاء زي ما انتم شايفين كده، ولفيته رول بالراحه. وهبدأ بقى ان انا اقسمه مثلثات بس كده. لو انت عايزه تحشيه هتحشيه الاول، لكن انا هنا خليه من غير حشوات، سهل خالص وبرضه مش مكلف. بجد ممتاز جدا. بس هو كده خلص. يعني انا لفيته 3، يعني قسمته على 3 اجزاء ورحت لفاه رول كده بكل بساطه زي ما انتم شفتوا في قلب الفيديو. هقسمه بقى السمبوكسات كده او مثلثات. مش بحط زبدة وما بحطش اي حاجة خالص. هتجيبي بقى صينية كده اللي انت هتدخليها في الفرن. مش شرط بقى مربعة او مدورة، عادي مفيش مشكلة، المتاح عندك. اهم حاجة ان انت ترصيه بنفس الرصة اللي انت عاملاه بيها، علشان ما يبقاش فيه فراغات في قلب الصينية. علشان بس يعني تاخد معاكي كمية كبيرة. ترصيهم كده بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، من غير ما ما يتورق منك ولا اي حاجه. زي ما قلت لكم مش حاطه، يعني مش لازم ان انا ادهن الصينيه بالسمنه خالص او الزيت. هرصهم كده. وتقدري برضو على فكرة ان انت تخلي اللفة دي تقسميها على 4 اجزاء، بس الجلاش هيبقى اخف شوية. يعني حسب ما انت عايزة، بس انا قسمتها على 3 عشان تبقى سميكة زي اللي احنا بنشتريها من بره. عايزة تبقى موفرة اكتر هتقسميها على 4 اجزاء، وتقسميه سمبوكسات زي ما انا عملتها كده او مثلثات، وتروحي رصها في قلب الصينية. هتبقى برضو جميلة وما شاء الله، وهتديكي عدد اكتر. يا ريت بقى لو لسه بتتفرجي عليا ما تنسينيش في اللايك والاشتراك. انا معايا الكميه ديت هتاخد معايا كوبايه وربع من السمنه. بسخنها كده على النار واروح حطاها كوبايه وربع، يعني بجد هتبقى تحفه معاكي والمعيار ده مظبوط. عشان السمنه بتديها طعم جميل، وهي اساسي الحلويات الشرقيه. بيبقى السمنه طبعا والشربات، يعني هي كده. ده الشربات بتاعي، استخدم كوبايه ونص من السكر مع كوبايه من الميه، وحطيتهم على النار يغلوا غلوتين كده، ورحت رش عليهم عصرة ليمون. يعني مش نص ليمونة، لا عصرة ليمونة، عشان ما يبقاش مزز منك قوي، يبقى مش كويس. طبعا انا يعني عينت اللي في الحروف كده بيبقى فيه اوقات رغاوي او مثلا سكر لازق في الحروف عينته. وحطيت عليه بعد ما خلصته من على النار، حطيت عليه كيس من الفانيليا. طلع بقى جلاش كده، حطيته في الشبكة اللي بتبقى في نص الفرن. ما خدش وقت خالص. بعد ما مر من تحت رحت مشغله عليه الشوايه. ما خدش دقيقتين ورحت قافله عليه. طبعا هو بيطلع سخن، وبنحط عليه الشربات بيبقى سخن. ده اللي بيخليه بيبقى طري من جوه، يعني بيبقى مقرمش من فوق ومن تحت، بس من جوه بيبقى طري وجميل، بيبقى تحفه ما شاء الله. بسبب ان الشربات بيبقى سخن، سخن جدا يعني. والجلاش برضو بيبقى سخن. بجد بيبقى طعمه جميل جدا. يعني بصوا كده. وكان احط بقى عليه الشربات. طبعا
يعني بنحاول نقلب الصينيه كده عشان الشربات يخش في كل حته فيه. لو حسيتي ان فيه شربات زايد ولا حاجه بتصفيه. طبعا لما بيبرد بيبقى تحفه جدا ما شاء الله كمان اكتر. ده بصوا كان سخن، كان لسه مشربش الشربات اللي فيه. ما شاء الله، اتمنى ان انتوا تجربوه. مع